بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في درس تاني من دروس ال HTML5. هنعرف الدرس ده هيكلة الصفحة في ال HTML5. هنعرف على حاجات مختلفة. اول حاجة هنعرف على وسم الهيدر ووسم الفوتر ووسم الاسايد ووسم الناف ووسم الارتكل، ولو في وقت ممكن نشرح وسم السكشن، بس طبعا هو عشان مش مهم فممكن يعني اديكوا كلمة صغيرة عنه. اول حاجة نشرحها الهيدر. البيت ال HTML5 بتديك رسوم جاهزة علشان تصمم بيها صفحتك. يعني مثلا بدل ما تيجي هنا في البادي وتقول div id header بالشكل ده، لا، بدل ما تستخدم الطريقة دي ال HTML5 توفر لك طريقة جاهزة اللي هي عن طريق انك تكتب هيدر بالشكل ده، واسم اسمه هيدر. طيب عدل عليه ازاي؟ ببساطة هتعدل عليه عن طريق ال CSS. هتعدل عليه عن طريق ال CSS بالشكل ده. هتقول هيدر تعدل عليه، يعني مثلا ممكن نقول باك جراوند. طبعا انا قلت لازم تكون انت عارف ال CSS قبل كده. CCC مثلا، مثلا color red او blue، padding 10 بكسل، border مثلا 10 بكسل بالشكل ده. هنا انا عدلت على خواص الهيدر. ممكن جوه الهيدر نقول له مثلا h1 بالشكل ده site name. تيجي نجرب نعمل سيف، نحطها على سطح المكتب layer.html. اوكي، وافتحه من البراوزر. لا، الصفحة بالشكل ده site name. فبدل ما تكتب div id header وتعمل id، لا، انت استخدم الوسم header على طول. تمام. تاني وسم اللي هو الفوتر زي هيدر بالظبط، بدل ما تعمل div id footer هتعمل footer على طول. ممكن تكتب اي كلام في النص هنا وبعد كده تقوم عامل footer بالشكل ده، تكتب جواه مثلا اي كلام، ومثلا تقوم جاي في ال CSS هنسخ ده كده تقول footer. وممكن مثلا تغير على البادنج تخليه مثلا 5 بكسل بالشكل ده. تعالوا نجرب. لا، هنا الهيدر وهنا الكونتنت وهنا عملنا جزء الصغير اللي هو الفوتر. تمام. طبعا انت تقدر تطوره بال CSS عادي. تالت حاجة اللي هو الاسايد. الاسايد برضو بدل فكرة الموضوع ده، بدل ما تعمل div id كذا تستخدمه على طول، بيبقى نوع من التنظيم في الكود بتاعك. يعني مثلا بعد الهيدر هنا في الكونتنت ممكن هنعمل aside. بدل ما تكتب div id side اللي هو القايمة الجانبية، لا، تعمل aside كده بالشكل ده على طول، تكتب فيه مثلا اي حاجة وتقوم برضو جاي بال CSS تقوم كاتب aside وتعدل عليه. يعني مثلا هو احنا لو سيبناه كده جينا نعمل refresh اللي كاتبه لنا عادي كده. الحل ببساطة بال CSS نقوم عاملين float مثلا right بالشكل ده اهو، عمله لنا على يمين الصفحة. طيب ممكن نديله الخواص دي، نجرب. عمل لنا الخواص دي، ممكن نعمل له مثلا 10 بكسل. ممكن نعمل له كده بوتوم 20 بكسل. ممكن نعملها له -20. انا عموما ما بحبش التصميم كتير لانه مقرف شوية. فكده
لما تيجي تعمل قائمة جانبية تكتبها في وسم الاي سايد، وسم الاي سايد، وتعدل على خواصه بال السي اس اس، واهم خاصية اللي هي الفلوت. كده رابع حاجة اللي هو الناف بار اللي بيجي بعد الهيدر على طول، اللي بيجي بعد الهيدر على طول. هنا عندنا الهيدر، هنا عندنا الهيدر، تمام. هنا عندنا القائمة الجانبية الاي سايد، تمام. هنا عندنا الكونتنت، وهنا عندنا الفوتر، تمام. بعد الهيدر ممكن بدل ما تعمل div id nav bar هتعمل nav على طول بالشكل ده، وتقوم معدل الخواصه بال CSS. ممكن تعمل nav مثلا ايه بالشكل ده. نجرب الصفحة بالشكل ده. طبعا تقدر تعدل عليه بال CSS، تمام. اخر حاجة بقى اللي هو الارتكل، برضو حاجة تنظيمية عادية جدا. فكرتها انك تحط فيها المحتوى او المقال، او لو عندك نص تكست طويل تقدر تحط فيه تحطه ما بين وسم الارتكل بالشكل ده. ارتكل بالشكل ده، تحط مثلا بالشكل ده بين الوسم ارتكل. وبرضو تقدر تعدل على الوسم ارتكل في كود ال CSS عشان تظبطه في مكان معين في الصورة. في النهاية هنطلع بان الدرس ده بيخليك تختصر، بدل ما تعمل الديف اي دي كذا، لا، هو عارف الحاجات اللي انت بتستخدمها كتير. الهيدر، تقسيمة الموقع هيدر، والناف، والسايد السايد بار اعمله لك في الاي سايد، وكونتنت في ارتكل او سيكشن. في برضو سيكشن، السيكشن ده يعتبر يعني بديل عن الديف شوية. سيكشن برضو تحط فيه كلام، عملية تنظيمية مش اكتر، وتعدله بالسي اس اس. وعندك الفوتر، يبقى هو عارف انت هتستخدم ايه. هتستخدم جزء نص ارتكل المحتوى، وسايد بار عن طريق الاي سايد، وعندك فوتر وناف و هيدر، تمام. ف كل الرسوم دي عبارة عن عملية تنظيمية بس للصفحة. شكرا لكم، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل